بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القصة ذكرها خلف مذيخر الهذلي، وارجع واقول انا انصح الجميع بمتابعة هذا الرجل، وايضا في نهاية القصة يتصل على ابطالها للمصداقية. هذا الرجل من اهل عنيزة، له صديق اردني، وكان عندهم مشروع في مجال الزراعة على اساس انهم يطلعون للاردن ويخلصون المشروع هذا. اللي يقص القصة أحمد نفسه، أحمد السعيدان أو أحمد بن سعيدان، اسمه الثنائي هذا. يقول رحنا أنا ويا الشخص الأردني هذا الأردن، وقعدنا واشتغلنا في بعض الأمور وخلصنا، لأن موضوع في حايل لازم نكمل مشروعنا فيه. فيقول طلعنا من الأردن وجينا حايل عصر يوم، كان القصة هذه عام 2021 1400 الظاهر وكم 2021 توافق قبل 3 سنوات. يقول جينا حايل وصلناها على العصر، المفروض من بكره بنقابل شخص ونحل معه ما كملناه في الأردن. يقول خذنا شقة فيها غرفتين، أنا في غرفة وخوي المهندس هذا في غرفة. يقول يوم جات الساعة 8، احنا في شتاء ليل الشتاء طويل. يقول احنا مصلين العشاء ومتعشين وخالصين. يقول أبى أنام. يقول يوم جات الساعة 9 والجبال حايل كلها على صدري، جاتني ضيقة وتكة ما يعلم فيها إلا الله. أبي أتنفس، أبي أقوم، ما أدري وش فيه، حتى أني خفت على نفسي. أقوم خويه المهندس ولا ما أقومه، نسافر. يقول أبي القصيم، ما في شيء إلا أروح للقصيم، إلا أروح عنيزة. أروح أقومه مسكين تعبان، تدري أبى أتواصل معه بالتلفون وأنا أروح قبله. يقول وانزل وشغل سيارتي جديدة آخر موديل السنة ذيك. يقول واشغل السيارة وامشي. واصل القصيم واجي للبيت على الساعة 11:30. يقول دخلت البيت أبي أنام، أبي أرقد، ما قدرت، ما غيرت قلب في سريري. يقول معي خفقان وجسمي منهد وفيني شيء عجيب، حتى إني ظنيت إن فيني يعني قلب أو فيني شيء جلطة. فقمت يا الله تنفس، نزلت شغلت سيارتي، رب اروح المستشفى. يروح مستشفى الملك سعود، هو يشتغل في المستشفى. يقول مشيت، يقول يوم جيت في هاك الطريق متوجه مستشفى الملك سعود في عنيزة، يقول له للسيارة ابيها تشتغل، عيت تشتغل، طفت عند في مكان مظلم، ابيها تشتغل ما. يقول يا الله تنفس وافتح الدرايش في عز البرد. يقول يا الله تنفس، والتفت لجنبي مسجد، قلت بروح المسجد هذا تدفى مير فيه. يقول يوم جيت المسجد ولا فيه رجال يقرأ قرآن ويدعي، سوداني من الجنسية السودانية. دخلت سلمت عليه وتسننت. يقول يا زاد علي الضغط. يقول اجي السوداني، قلت يا زول، قال نعم. قلت ابيك توديني المستشفى، عندك سيارة؟ قال لي عندي سيارة، اركب معي. يقول اركب معه. قلت انت جابك الله لي من السماء. قال السوداني ما في شيخ، احنا اخوان نتساعد. يقول يوم ركبت معه في السيارة سنة خف اللي معي، الآلام اللي معي هذه خفت واجد. يقول في أثناء الطريق يقول ارتحت. قلت انت وش جايبك المستشفى في هالمسجد نص الليل يا زول؟ قال والله أنا عندي مشكلة بس مو مثل همك، أنا أخف منك. قال وش؟ قلت قال أنا مشتبهين إن في راسي ورم، وقالوا لي لازم تروح تسوي أشعة راس، وأنا تعرف أشعة الرأس هذه مكلفة. وكلمت لي واحد مستشفى الملك سعود على أساس أنه يتوسط لي في المستشفى، ما لقيت. قال إن كان في أحد بيساعدك فهو واحد. يقول أعطوني رقمه، أعطوني تلفونه، وهذا هو اتصل عليه ما يرد علي. يقول يعطيني الورقة، واليوم قرأت الورقة له اسمي ورقمي. قلت أنت ساحر؟ أقول له أنت جني ولا مشعوذ؟ قال لا يا زول. ليش تقول الكلام هذا؟ احنا متوجهين الملك سعود، انا اشتغل رئيس قسم الاشعه اسمه احمد السعيدان. قال انا احمد السعيدان. يقول يوم شفت الورقه خف اللي فيني كله، راح الالم اللي فيني، عرفت انه مو هو جاي يساعدني، ان الله سايقني اساعده. جبال حايل جت على صدري عشان اجي في هالمسجد. سبحان الله. يقول قلت لا اله الا الله. تدري من هو هذا؟ قال لا. يقول اطلع بطاقتي ووريه اياها، سيارتي جديده اخر موديل وتوقف عند المسجد. ما شاء الله. يقول يوم شاف بطاقتي قال يا زول هذا انت؟
رئيس قسم الاشعه في مستشفى الملك سعود احمد بن سعود. قال تدري من وين جايبني انت مقومني من عز النوم من سريرين، واحد في حائل واحد في القصيم، وجايني وسيارتي خربانه عند المسجد. انت وش جاي؟ قال دعيت ربي قلت يا الله انك تفرج عني. اي والله يا الله انك تسخر من عبادك من يفرج عني ما فيني. ما شاء الله. كل ليل انا من جيت من الساعه، يقول من الساعه 9 وانا ادعي، قال الساعه 9 انا قايم من فراشي في حائل وجايك. اكبر. يا الله انك تسخر عني من يفرج همي ويشيل عني هالهم. قال جابني ربي لك. جيت خربت سيارتي الموديل 21 موديل السنه، ووقف عند مسجد واجيبك. وش اللي مانع؟ قال والله انا ما عندي فلوس ولا اقدر اسوي اشعه الراس. يقول واركب واجيبه للمستشفى، ولا اشغل قسم الاشعه هاك الليله واستنفرهم، وندخله في الاشعه ونسوي له تخطيط الراس ونطلع النتائج. ثاني يوم انا معه. يقول ما عاد فيني شيء، انا ما فيني ولا شيء الحمد والشكر لله. يقول يدخل عند الدكتور ويقررون له عمليه ويشيلون جزء من الورم يطلع ورم حميد والحمد والشكر لله، الرجال طيب بخير. دعاء ضيق صدر احمد في حايل ونزل عليه الهموم كلها الا تجي للقصيم، تترك شغلك وتترك خويك الاردني وتجي هناك. واجي للقصيم ما بردت الا تشغل سيارتك تروح المستشفى انت، وتجي عند المسجد وتوقف وتنزل تصلي لك ركعتين وتلقى الرجال اللي جابك. ما جابك الرجال، جابك دعاء وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. الدعاء ابسط شيء، مخ العباده. كثير منا يصاب بهموم، يصاب بمشاكل، ينسى. دوروا لي واسطه، ادفعوا فلوسه، عندك سجاده توجه لربك. عظيم هذا ما يحتاج واسطه، كريم جابك ودخلك المسجد وطلع معك، خلاه مره هو اللي يقول الله اني راكب معه، اقول له الله يجزاك خير انت بتفك همي، طلعت انا جاي افك همي. اسال الله العلي العظيم ينفع بهالقصه. والدعاء يا اخوان لا تنسون انفسكم منه، وتراه بين شفتك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في معاذ بن جبل يا معاذ اني احبك في الله فاعني على نفسك بكلمات. قال ما هي يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم على رسول. قال دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اذا كان هالكلمات بين الشفتين تحتاج منها اعانه لله. انت تحتاج اعانه انك تقول سبحان الله والحمد لله، وهي اقل يعني اسهل من انك تجيب هالفنجان. اذا انت تحتاج اعانه من الله فيها، فما بالك بالاشياء الثانيه. نسال الله العلي العظيم ان ينفع بهذه القصص، وجزاكم الله عني كل خير. هذا فيه ترى القصه هذه ترجع للاول ايه، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله العظيم، اللي ساقه من هناك من حائل وجاب القصيم، شيء عجيب تدبير الله جل وعلا. ذاك النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا حزبه امر لجاء الى الصلاه، ما راح لفلان وفلنتان وراح يضيق صدر امه وصدر ابوه، لا، راح لسجاته المسجد، راح لمصلى في البيت، دعا الله جل وعلا وفرج همه. وابشروا بالخير، الله اللي يفرج الهموم، والله اللي يسوق الارزاق، والله اللي يزين كلش، والله اللي يعافي المرضى، والله يصلح كلش. ابشروا بالخير، ادعوا الله جل وعلا وابشروا بالخير. احسنت وبيض الله وجهك. فيه دائما اسباب شرعيه واسباب كونيه. الشرعيه مثل ما ذكر ابو عبد العزيز جزاه الله خير